اكبر تاجر مخدرات في الكويت. من كتر ذكائه وخبثه صنفوه بابلو اسكوبار العرب، لدرجة ان هو كان مخلي اكتر من 10,000 شخص يراقبوا الشارع بس، والحكومة والشرطة والشارع وكل اللي في الكويت عارفين ان هو اكبر تاجر مخدرات، لكن مش قادرين يقبضوا عليه، وفضلوا اكتر من 7 سنين يحاولوا يقبضوا عليه مش قادرين نهائي، لغاية لما رئيس المباحث بنفسه هو اللي مسك القضية. القصة دي حقيقية ومليانة بالإثارة والمتعة، فجهز كده يا حبيب أخوك مشروبك اللذيذ واللايك الرايق ويلا ننطلق. بطل قصتنا ده هو أبو حبيب، بدأ في تجارة المخدرات وبدأ يوزع في الكويت يمين وشمال، لغاية بقى لما كبر وبدأ يوزع بره الكويت يمين وشمال، ويوزع في كل مكان في الوطن العربي، وحرفيا قفل اللعبة وبقى من أكبر تجار المخدرات اللي في الوطن العربي، وصوته سمع لأوروبا كمان، والشرطة داخت وراه عارفين إن هو من أكبر تجار المخدرات، بس مش قادرين يمسكوا عليه دليل واحد بس، عايزين يمسكوا عليه دليل واحد عشان يربوه في السجن. فضلوا 7 سنين يحاولوا وراه ويراقبوه ويعملوا معاه كل حاجة، مش قادرين يوصلوا لأي دليل، مش عارفين يعملوا معاه ايه. جننهم أبو حبيب ده مراقبة، وحطوه تحت المراقبة شهور وسنين، لدرجة إن هم كانوا ساعات بيجيبوه ويحققوا معاه ويخلوه يقعد في القسم لمدة 3-4 أيام عشان يضغطوا عليه ويوصلوا لأي معلومة، برضه مش قادرين يوصلوا لأي حاجة. أبو حبيب ده كان داهية، ذكي جدا وحويط، لدرجة ان هو كان معين ناس تبعه يراقبوا الشارع، ولو اي عربية شرطة دخلت الشارع على طول يبلغوه، الحق يا معلم كبسة. يقوموا بقى على طول منظفين البيت، ولو في اي حاجة بيشيلوها ويعينوها عشان محدش ياخد باله من اي حاجة، ويخلوا الوضع على سنجة 10. والحكومة يا عيني تيجي تدور يمين وشمال ويقلبوا الدنيا عشان يلاقوا حتة حشيشة صغيرة او اي حاجة من اللي هو بيبيعه ده، ما يلاقوش اي حاجة. واستمر الوضع ده على 7 سنين على التوالي، هما بيحاولوا وراه مش قادرين يوقعوه نهائي، وخلاص مبقوش عارفين يعملوا معاه ايه تاني عشان يقبضوا عليه، لغايه لما رئيس المباحث بقى قال لهم خلاص حوار ابو حبيب ده عندي، حواره انتهى، انا هجيبه وهرميه في السجن وهخليه يعفن في السجن، يا انا بقى يا هو، هاتولي بقى ملفه وقضيته وكل حاجه عنه. بعد ما عرف عنه كل حاجه اكتشف ان في افغانستاني بيجي يوميا ينظف السيارات وينظف الدنيا لابو حبيب، يعني بيجي يمسح له السياره كده ويروق له عليها جوه وبره. قال لك بس تاهت ولقيناها. راح بقى رئيس المباحث رب دقنه ولبس لبس افغانستاني وتعلم له كام كلمتين كده افغانستاني، واستنى لغايه لما الافغانستاني اللي شغال مع ابو حبيب يخلص شغل. واول ما خلص شغل الافغانستاني ده مع ابو حبيب ورايح يروح على بيته، مسكوا الضابط ده اللي هو رئيس المباحث، قال له تعالى انا مش عايز اشوف وشك هنا في المنطقه دي نهائي، احنا بوليس ولو شفت وشك هنا هحبسك. راح على طول الافغانستاني خدها جري على طول على بلده، قال لك يا عم انا مالي ومال الحوارات دي، بوليس مين وحشيش مين، انا مالي يا عم، انا ارجع بلدي ولا حد يقول لي اي حاجه. تاني يوم بقى حضر رئيس المباحث ده لبس افغانستاني وهو مربي دقنه كده، ورايح على بيت ابو حبيب على اساس ان هو هيكون مكان الافغانستاني التاني ويروح يمسح له السياره ويروق له على الدنيا. وراح فعلا ودخل البيت وبدأ يمسح سيارة أبو حبيل وينظف الدنيا ويظبط كل حاجة، محدش بقى شك فيه ولا أصلا اداله اهتمام، لغاية لما بقى أبو حبيل خارج من الأوضة بتاعته ورايح على العربية بتاعته يركب العربية، لقى بقى بيمسح في العربية ويظبط الدنيا. قال لك الله، ده مش الأفغانستاني اللي بيمسح عندنا العربية مين ده؟ راح على طول بعلو الصوت قال له خد يا ابني تعالى، انت بتعمل ايه هنا؟ وهنا رئيس المباحث كان واثق من نفسه، لأنه لو عمل أي حاجة غلط أبو حبيل هيلاحظ، لأن أبو حبيل حويط جدا وذكي. فراح رئيس المباحث عمل نفسه أفغانستاني وقال له أنا أجي نظف سيارة مكان صديقي اللي راح وأظبط الدنيا وآخد المصروف بتاعك وأروح أروح على البيت. عايش الدور بقى وقال له كام كلمتين أفغانستاني كده أنا معرفتش أقولهم، بس هو إيه حبك له الدنيا شوية، وعشان كمان يخليه ما يشكش فيه قال له باشا أنت مش عايزني أنا أروح. هنا بقى أبو حبيل قرر يديله فرصة، قال لك يا عم يمكن جاي ياكل عيش، وفعلا زي ما هو بيقول هو جاي يشتغل مكان صاحبه، اول ما صاحبه يرجع هو هيمشي. بس ابو حبيل كان حويط، قال لك انا لازم اختبره كام اختبار، سيبه خليه يشتغل ونشوف الراجل ده ايه ظروفه. في الاخر بقى قال له خلاص تيجي كل يوم تنظف العربيات دي وتظبط الدنيا وتروح. هنا بقى ابو حبيل حط الافغانستاني ده في دماغه وقال لك لما نشوف الدنيا بتاعته ايه. جه بقى تاني يوم وحط ابو حبيل في السياره بتاعته فلوس وسابها في العربيه، قال لك لما يجي تاني يوم هنشوف هيعمل ايه. وفعلا جه رئيس المباحث ده وراح يمسح العربيه، وهو بيمسح العربيه جوه وبره اكتشف ان فيها فلوس. هنا بقى ذكاء رئيس المباحث، قال لك ده اول كمين يعملوا ليه يا ابو حبيب، ساب الفلوس زي ما هي وساب كل حاجه زي ما هي. الاتنين اذكياء وبيشغلوا دماغهم على بعض. جه بقى اليوم اللي بعده وراح ابو حبيب يركب العربيه
ويشوف الفلوس زي ما هي ولا لا. بص في العربيه كده لقى الفلوس زي ما هي وكل حاجه في العربيه زي ما هي، بس ابو حبيل لسه برضه مقلق من حوار الافغانستاني ده ومش مديله الامان. ان ابو حبيل ده بيشك في صوابع ايديه، قال لك انا لازم اتاكد زياده. وبعد كام يوم بقى قرر ابو حبيل ان هو هيسيب حته حشيش جوه العربيه عشان يشوف رد فعل الافغانستاني ده. جه بقى تاني يوم الافغانستاني ده رايح ينظف العربيه ويظبط الدنيا بقى، واخد الفوطه بتاعته وراح على العربيه بينظف بقى العربيه جوه وبره وبيمسح فيها. وبعدين بقى بيفتح شنطه العربيه لقى حته حشيش صغيره. قال لك اوبا، حته حشيش اهي وعربيه ابو حبيل اهي وفي نفس بيت ابو حبيل، يعني القضيه محبوكه عليه 100%. بس هنا بقى عمل حركه ذكيه، ما كلمش الشرطه ولا عمل اي حاجه. ليه؟ لان الحته الصغيره اللي موجوده في العربيه دي لو بلغ عنه الشرطه وجوا يقبضوا عليه هيبان ان هو مدمن متعاطي، وهياخد سنه او سنتين وهيطلع منها. لكن ابو حبيل اكبر تاجر مخدرات في الوطن العربي، وهو ده طموحهم ان هم يقبضوا عليه متلبس بكميه كبيره عشان لما يدخل السجن يفضل معفن في السجن ما يخرجش منه ابدا. فساب كل حاجه زي ما هي. وجه بقى تاني يوم ابو حبيل راح يبص على العربيه ويشوف الدنيا فيها ايه، الافغانستاني ده ايه دنيته. لقى الحشيش زي ما هو، ولقى كل حاجه زي ما هي، والاوراق كمان اللي هو كان حاططها لقاها زي ما هي. هنا بقى اطمن ابو حبيل شويه وقال لك يمكن يكون الراجل على قد حاله وفعلا عايز ياكل عيش، فسيبه يسترزق ياخد يومينه ويمشي. عدت بقى ايام وشهور والوضع على ما هو عليه. يجي كل يوم رئيس المباحث ده يبقى من نفسه افغانستاني ويجي على بيت ابو حبيل يقعد يمسح في العربيه وينظف. والله صعبان عليه رئيس المباحث ده، يعني نظف بقاله اكتر من 3 شهور بيخش بيت ابو حبيل ويمسح العربيات بتاعته، لحد ما عدى بقى 3 شهور. وجي في اليوم ده ابو حبيل كان معاه شحنه مخدرات ماليه العربيه، والمفروض ابو حبيل كان هيوزعها بالليل. اول ما جيب العربيه بتاعته للبيت كان جاي خلصان تعبان. قال لك خلاص روحوا يا رجاله، كل واحد فيكم يروح ويعمل يشوف هيعمل ايه، وانا هنام وبكره نروح نوزع البضاعه دي. هنا بقى ابو حبيل ارتكب اول غلطه. جه بقى تاني يوم الافغانستاني ده ومعاه الفوطه بتاعته وبيسيق في العربيه وبيظبط الدنيا، اللي هو رئيس المباحث يعني. تمام. اول بقى ما مسح العربيه وظبط الدنيا بيفتح بقى عشان يمسح العربيه جوه. فتح الشنطه لقى كميه مخدرات رهيبه. قال لك بس اخيرا يا ابن اللذينه، ده انت تعبتني، ده انا هخليك تتنفخ في السجن. وبلغ بقى رئيس المباحث الشرطه والحكومه كلهم يجوا يقتحموا البيت فورا. ومسكوا بقى ابو حبيل وسجنوه وحكموا عليه 15 سنه سجن. لكن للاسف كل اللي هم عملوه ده راح على الفاضي، لان ابو حبيل هرب من السجن. ده خساره المسح اللي راح على الفاضي. لا ده كمان ما هربش لوحده، لا ده هرب من السجن وخد معاه 6 مساجين كمان، يعني هرب وقرب 6 مساجين. مصيبه حبيل ده يا ابو حبيل. لكن الغريب هنا ازاي هرب وهرب ال6 المساجين دول؟ الحكومه كلها اتجننت وبداوا يحققوا مع الناس كلها اللي شغاله في السجن، الموظفين والضباط وعمال النظافه، كله تحقيق عايزين يعرفوا ازاي هرب وهرب المساجين دي. لكن بعد ما عملوا تحقيقات كتير جدا وعملوا كل حاجه ما وصلوش لاي حاجه نهائي. خلاص كانوا تقريبا هيفقدوا الامل، لغايه بقى لما جت فكره لاحد الضباط. قالوا طب احنا ما نشوف كده التحويلات البنكيه بتاعت الضباط بتاعتنا كلهم وبتاعت العمال كلها اللي في السجن، نشوف بقى الفلوس اللي دخلت لهم على الحسابات بتاعتهم هل فلوس عاديه ولا في مبالغ ضخمه وكبيره. وبداوا بقى يبحثوا عن حسابات الضباط اللي في البنوك، واكتشفوا ان في حساب من الحسابات اتحول له مبلغ بمقدار 2.5 مليون دولار. وكمان عشان الدنيا تظبط معاهم التحويلات دي جت في نفس اليوم اللي ابو حبيل هرب منه من السجن. يعني من الاخر ابو حبيل رشا الشخص ده، اداله رشوه وقال له هربنا احنا وال6 المساجين التانيين دول، وهيوصل لك على حسابك على طول 2.5 مليون دولار. الصدمه الكبيره ان الحساب اللي اتحول له ده والشخص اللي رشاه ابو حبيل بالمبلغ ده طلع هو رئيس السجن ذات نفسه. هنا بقى الشرطه قلبت الدنيا عليه وفضلت تدور ويمين وشمال ويقلبوا الدنيا عليه حرفيا، ما اكتشفوش اي حاجه. الا بقى بعد فتره اكتشفوا ان ابو حبيل في الامارات ومزور الباسبور بتاعه وعايش في الامارات وقاعد هناك. بس كمان مع حبيل ايه ما ينساش حلمه، بدأ يوزع في الحشيش ويعمل تجارة هناك وكبر التجارة دي لغاية لما ابو حبيل اتشهر هناك. هنا بقى الشرطة الكويتية والحكومة وكله عمل خطة، وفعلا بعد ما نفذوا الخطة دي
قدروا يقبضوا على ابو حبيب. لما قبضوا عليه حكموا عليه ب 13 سنه سجن في الامارات، ولما خلص المده بتاعته رجعوه بقى لسجن الكويت، ولما رجع لسجن الكويت حكموا عليه ب 25 سنه سجن. وهنا بقى تكون انتهت قصتنا. لو عجبتك القصه ما تنساش بقى تروق عليا يا حبيب اخوك باللايك والاشتراك. السلام عليكم.